هي كثيره. بوز فلو الا لاحظتوا في كاع التراكات ديالو ما يمكنش ما يهضرش لك على السيستم او على السيستين او المعاناه ديال الناس اللي في الجبال والى اخره، فهو كيميل للعكس ديال الفلسفه ديال المورفين بالضبط. ايدياليزم فيلوسوفي او الفلسفه المثاليه، هذوك اللي تقارنهم ديما تقولوا انهم بحال وافقوا معنا. الفلسفه المثاليه هو واحد الموقف اللي فلسفي اللي هو انك ترد كل مظاهر الوجود لفكر. نبسطو اكثر، ايدياليزم هي تقريبا عكس البراغماتيه، ماشي عكسها تقريبا، من نقدروا نقولوا انها رفض البراغماتيه. وانت بديتي تفهم علاش هاد الريوس ما مفهمينش في الموسيقى. فانطلاقا من كاع التراكات ديال بولز، التفكير ديالو كيميل لهاد الفلسفه المثاليه واللي هي السعي للقيم العليا للانسان بدون النظر لشي غايات شخصيه. وهذا الشيء تقدروا تكونوا لاحظتوه في هذيك الريل اللي حط فاروق دابا شي ساعتين. شنو درتي اول خرصه كبيره عليك؟ هو الصراحه ديما انا عندي واحد المشكل اللي هو ما كتفرحني حتى لعبه، فهمتي؟ شريت طوموبيل وماشي حيت كتخاصني طوموبيل، باش نجيبها لمالي للدار وخرجوا يفرحوا، فهمتي؟ كنشوف الوالده مرسلين عينيها فرحانه وانا نفرح. اولا تشوفوه في الريفيو اللي مازال غيحط. وبصراحه بغيت نعرف اين فلسفه كيميل لها كل واحد منكم في التعاليق، اللي كتحسوا كيقول الكلمات اللي عندك في دماغك وما قادرش تقولهم. غادي نقرا التعاليق.